السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين. ان شاء الله النهاردة هنعمل حواوشي اسكندراني. طبعا الفيديو كامل على قناتي على اليوتيوب. هنا معايا العجينة بدأت فردتها بدون اي ادوات. هبدأ بعد كده اضيف لها الخلطة بتاعة الحواوشي وابدأ اقفل عليها واركنها. انا معايا 4 من الكور. هنا هبدأ اعملهم، بعد كده هجيب اول واحدة وابدأ ان انا افردها. طبعا في الوقت ده انا مسخنة الفرن وهدخل الحواوشي على درجة حرارة عالية. بعد ما بتبدأ القاعدة بتاعته ان هي تحمر شوية بهدي عليه النار عشان اضمن تسوية اللحمة من جوه، واي سوائل تكون لسه موجودة تكون نشفت شوية. طبعا الصواني مدهونة زيت، وطبعا الحاجة اللي انا بعمل عليها المفرش مدهون زيت. هنا ببدأ اعملهم بالشكل ده بأبسط طريقة بدون اي ادوات. بعد كده معايا معلقة لبن بودرة، ببدأ اضيف لها معلقة او معلقتين، اعمل خليط كده ابدأ ادهن بيه الوش قبل ما تدخل الفرن بالشكل اللي هيجي بعد كده معانا. هنا ببدأ ان انا افرد حرارة عالية، رف الاوسط. بعد كده ببدأ لما الاقيها ان هي بدأت تحمر من تحت شوية، بعد كده بهدي النار شوية عشان اضمن تسوية اللحمة من جوه. ما شاء الله الوصفة جميلة، اتمنى تعجبكم. الفيديو كامل على قناتي على اليوتيوب. هنا هتلاحظوا ان ده الوش وفي جزء تاني بيجي القاعدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.